السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية، من منطقة ميامي، تحديدا من شارع 45 أو شارع الملك عبد الله ابن عبد العزيز آل سعود. هو اتسمى ليه تكريما للملك الراحل، وبعد كده بقى اسمه شارع السادات، شارع 45 كذا اسم زي ما تسميه، بس هو برضه لحد الآن اسمه 45 السادات. الملك عبد الله بن عبد العزيز برضه مهما كان هو برضه شارع 45. هو تقريبا سموه 45 علشان عرضه 45 متر. عشان احنا معاك كنا من الصبح بنصور فيديو مباشر من ميامي كده، من على ممشى السادات او ممشى 45 او ممشى ميامي، وصورنا جزيرة ميامي، وصورنا البروفاج، وصورنا محمود سعيد لحد العصافرة كده على البحر. بتتفرجوا عليه يا جماعة برضو ايه على القناة عندي. قلت بالمرة بقى ايه بدأنا في المنطقة اطلع كده اشوف ايه محطة ميامي اخبارها ايه كده وموقعها فين بالظبط، نعرف مع بعض موقع محطة ميامي والشغل اللي فيها وصل لحد ايه. وبرضو في كده كاميرات اتركبت ما بين ميامي وما بين سيدي بشر عند شارع الأكاديمية، هنشوفها برضو ان شاء الله. شوف وصل، انا صورت كده من يومين كان في كاميرتين بس، هنشوف النهارده وصل كام كاميرا ونشوف بقى الدنيا اخبارها ايه. كده احنا ماشيين بقى ايه، هنطلع على القطر على شارع الملك حفني. كده احنا في المنطقه ما بين سيدي بشر وبين العصافره، اللي هي بالظبط هتبقى هنا ايه محطه ميامي، اللي هي في المسار العلوي ايه، المترو اسكندريه ان شاء الله يعني. يا مسهل يا رب. احنا بقى لنا دلوقتي قد ايه؟ بقى لنا 12، بقى لنا دلوقتي 14 شهر شغالين او 13 شهر من 30، يعني فاضل ايه؟ فاضل ان شاء الله 16 شهر، يعني كده على شهر او 15 شهر كمان يعني على شهر ان شاء الله 6 او 7 2026 نركب بقى المترو كده ونتفسح وناخدها كده ايه من محطة مصر ابو قير او العكس، وان شاء الله يبداوا بقى في المرحله الجديده اللي هي تاخد من محطه مصر ال 21. احنا كلامنا سمعت ان هي تاخد مره واحده كلها مش على مرحلتين، يعني ياخدوا من محطه مصر لحد 45 كلها كده ايه دفعه واحده ان شاء الله، يعني تبقى مرحله تانيه كلها على بعضها كده. والله اعلم بقى، ده اللي سمعته الصراحه. داخلين من على السلم نطلع هدايا شارع الملك حفني ونشوف اللي بيحصل في المنطقه نوت. شايفين العمدان واخده ايه؟ بصوا ماشيه كده على مرمى البصر، تقريبا بين العمود والعمود 30 متر، وارتفاع العمود 7-8 متر كده فوق، وتحت الارض حوالي 30-40 متر حسب ايه، حسب الارضيه. بصوا دي هنا يا جماعه اليافطه بتاعت محطه ميامي، دي بالظبط كده قدام شارع الاكاديميه ان شاء الله. شايفين اليافطه وشايفين بتاعت مكن الخوازيق ده ومكن العمدان والاساسات شغالين. تعالوا نبص عليهم شوف بيعملوا ايه. بصوا العمدان على مرمى البصر لحد ابو قير ولحد محطه سيدي بشر. كنت كمان بتمنى امبارح في الظهريه كمان ومحطه السوق كانوا بيعملوا برضو ايه اساسات هناك، وبيعملوا الخوازيق وبيعملوا العمدان ما بين محطة السوق ومحطة ظهرية يعني كده. بصوا فاضلش بس ايه المسار العلوي تقريبا قرب يخلص ان شاء الله. يعني المسار العلوي قلنا كام 14 محطة من ابو قير للظهرية، وبعد كده 6 محطات من كفر عبده لحد محطة مصر ان شاء الله. شايفين هنا اللي بصوا المكان بتاع الاساسات دوت بيصبوا ولا بيعملوا ايه كده في الارض كده، بيوصلوا بقى ايه على قد ما يقدروا بحيث يستحمل حمل المحطة ويستحمل حمل المترو ان شاء الله. قلنا ان هنا في الحته دي منطقه المسار العلوي اللي واخد من ابو قير لحد الظهريه ان شاء الله. هم زودوا محطه ميامي هنا
وزودوا محطة محمد نجيب ده في مصر العلوي. السطحي زودوا محطة كفر عبده، وزودوا محطة سبورتنج، وزودوا محطة باب شرقي. بصوا هنا العمال بتاعت ده عامل زي ايه كده، بيفكرني بقلب بتاعت استخراج البترول. ده هنا شارع الأكاديمية، اللي هي ايه فيها محطة بيمي ان شاء الله يعني. قدام شارع الأكاديمية بالظبط، الرمال البحرية. لو مشينا كده هتطلع بقى ايه، نطلع بقى ايه على البحر على طول، على ما ايه الحتة اللي على جزيرة ميامي ديت. يا رب يا مسهل يا رب. الشوارع هنا بصوا يا جماعة، ده الأكاديمية، يطلع كده على البحر على طول على منطقة سيدي بشر أو منطقة ميامي. بحاول أوريكم إيه كل المناظر كده من كل الاتجاهات، بحيث نعرف إحنا فين بالظبط يعني. دي يا جماعة هنا بالظبط كده موقع محطة ميامي قدام شارع الأكاديمية. شايفين الآلات بتاعت صبة الإيه، تأسيس التربة يعني، عشان المحطة تبقى تقيلة جدا طبعا. المحطة يبقى فيها مبنى المحطة والسلالم الكهربائية والسلالم العادية والعمدان وآلات التذاكر والمكاتب الإدارية والحمامات، وهتبقى الدنيا فل إن شاء الله. نستمتع كده بالاسكندرية الجميلة كده، بالإضافة كمان إن هيشتغلوا في ترام اسكندرية إن شاء الله قريب، شهر 7 إن شاء الله كده. بس ماشيين احنا ايه، ماشيين بقى ناحية ايه سيدي بشر كده، عند بالظبط كده ايه يعني، نمشي لحد قدام مسجد هدى الإسلام أو مدرسة علي بن أبي طالب. بصوا بيتركب هنا عمدان. من أول امبارح كان عمودين 2 بس، النهارده تقريبا كده 8 أو 10 أو أكتر كمان يعني. طيب كده نشوف نعدهم مع بعض كم مش عمدان، قصدي كاميرات، كم كاميرا ركبت. كاميرات مش عمدان يا جماعة. بص قدام بالظبط كده مدرسة علي بن أبي طالب. قلت برضو نصور المدرسة ايه بنعرف احنا فين بالظبط يعني. مسجد علي بن أبي طالب الإعدادية. الناحية التانية في مسجد هدى الإسلام. بصوا كان هنا في الكوبري أو بتاع المشاة اتشال، بس لسه فاضل السلم الخرسانة ده، ممكن نستخدمه في حاجة. مش عارف هو مش سايب ليه يعني، احنا لسه هيستخدم في حاجة كبيرة يعني. بصوا 2 4 6 2 دي كاميرتين يعني، كاميرا رايحة وكاميرا جاية. طريق اتجاه أبو قير محطة، وطريق اتجاه المحطة أبو قير. ادي 2 4 6 8 لحد ما انا شايف يعني. ممكن يكون في اكتر بقى ان شاء الله لو جينا بكره يعني. هم كده بيركبوا كل يوم 4 كاميرات 6 كاميرات يعني. شفتهم الصراحه، كان في زملاء مصورينهم العربيات الصراحه، العربيات اللي هي الضخمه دي كان حد قال لي اسمها، نسيت والله اسمها ايه. يعرف يكتب التعليقات بقى اسمها ايه العربيات دي. حبكة ضخمة جدا، وبيجوا بالليل بقى الفجر تقريبا علشان تبقى الدنيا فاضية ويقدروا يتعدي الشوارع الضيقة دي. هي بتيجي من مرغم، دي بتتجهز في مرغم، بتصب في مرغم، عشان طبعا تصب فين دي، عايزة مكان واسع تصب فيه. العمدان اتصبت هنا على الموقع، انما الكاميرات دي ما سابت تجهيز، بتتصب في مرغم وتيجي هنا ايه جاهزة على طول على التركيب. او نشبة ضخمة جدا يعني، والله حاجة بسم الله ما شاء الله على المهندسين مصر وعمال مصر. الصراحة حاجة تشرف والله بجد، تشرف. المشروع مصري 100%، ما فيهوش أي أجانب يعني،
وراسكم كده الصراحة. نجيب ساويرس عامل شغل، عنده ناس الصراحة زي الفل الصراحة. شايفين برضه قدام بيجهزوا العمدان علشان ايه، الحتة بقى اللي فوق كده اللي يركب فيها الكاميرا ديت بتتجهز بحيث تيجي بقى 2 تيجي 4 تيجي 6 تيجي 10 شغالين كده لحد محطة سيدي بشر ان شاء الله. يعني ايه، ممكن لو جينا بكرة او بعده ممكن نكون لو الحتة دي خالصة قرص. هم خلصوا الحتة اللي بين توسون وابو قير، والحتة بقى دي اللي هي بين ميامي وسيدي بشر. انا مش عارف الاختيار ازاي يعني، بس اكيد ليها اسباب ان هم بيختاروا اماكن معينة يعني. ممكن الاماكن السهلة او اماكن السالكة او السكة دي بيجي عن طريق الدولي، بيجي من مرغم بيمشي على الدولي بيخش من 45 بيجي بقى على هنا على المنطقة دي. بصوا تجهيز العمدان لو هم واقفين فوق المهندسين، رفعات جامدة وآلات الصراحة بمليارات يعني. يا رب يا جماعة بخير وسعادة. شكرا، طولت لكم النهارده شوية بس الموضوع الصراحة يستاهل التطويل يعني. شكرا يا جماعة. بقى الشير واللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ودعم القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.